ركلة جزاء. ركلة جزاء اعتقد هيديها محمد عبد القادر مرسي لمصلحة النادي الاسماعيلي في الدقيقة 38 من عمر الشوط الاول. ركلة جزاء، تمريرة بينية، مفيش اجمل من كده من محمد حمص، وتوغل من احمد سمير فرج، والتحام من بشير التبعي، وخطأ داخل منطقة ال 18. ادي كرة مرة تانية، وادي الالتحام مع احمد سمير فرج، وصفارة محمد عبد القادر مرسي بتدي ركلة جزاء لمصلحة النادي الاسماعيلي. ركلة الجزاء رقم 51 بيحتسبها محمد عبد القادر مرسي في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم. اختبار صعب جدا جدا لمحمود ابو السعود، تألق في كل الكور اللي وصلت له ونجح فيها بامتياز. دلوقتي عليه اختبار صعب جدا جدا على بعد 11 متر في مواجهة ثنائية. هنشوف مين اللي هيسدد. محمود ابو السعود، موقف صعب، واحمد صديق على التنفيذ. داخل احمد متقدم وبيحط الهدف الاول، بيحط الهدف الاول لمصلحة النادي الاسماعيلي علشان يتقدم مشاهدينا الكرام احمد صديق بهدف المبادرة، هدف الافتتاح للنادي الاسماعيلي، وتصبح النتيجة تقدم الاسماعيلي بهدف دون رد. الهدف الثالث لأحمد صديق. ادي احمد صديق حطها حلو، حطها فيها قوة رغم انه رايح عليها محمود ابو السعود، ولكن فيها قوة ما يقدرش يلحقها محمود ابو السعود.